حميد الشاعري بيحلق عند حلاق شهير في التجمع الخامس، ولكن المرة دي الحلاقة ما عجبتوش، فقام وشتم وسب ولعن ورمى الفلوس على الأرض وساب الحلاق ومشي. الحقيقة إن الحلاق طالع بيوضح إن حميد الشاعري بيحلق عنده بقاله أكتر من سنتين، وقبل الواقعة دي الحلاق اتصل بمدير أعمال حميد الشاعري وقال له إن هو مش عايز يتعامل معاه تاني ولا عايز يحلق له تاني. ولكن المرة دي لما حميد الشاعري جاله كان بيهدده أثناء الحلاقة إن هو هيروح يحلق في أماكن تانية، لأن اوريدي حميد الشاعري كان حلق عند كذا حلاق غير الراجل ده وشعره باظ والحلاقة ما عجبتوش، فرجع للراجل ده تاني. لكن كان بيهدده إن هو هيروح يحلق في أماكن تانية، والراجل كرد فعل طبيعي قال له روح ما عنديش أي مشكلة. الحلقة ما عجبتوش فقام ورمى الفلوس للراجل على الأرض. الراجل برضو كرد فعل طبيعي غلط في حميد الشاعري، على صوته. حميد الشاعري راح راجع وراح شتمه وراح يعني بصق عليه ومشي. الحقيقة بصوا، أنا معاك شوية إن أنت لو عايز تعمل حلاقة معينة أو قصة معينة في شعرك أو حاجة في دقنك، والحاجة اللي أنت تعملها ديت باظت أو ما ظبطتش، أوكي هتتضايق، ولكن الدقيقة ما توصلش إن أنت تعامل الحلاق بتاعك بالطريقة ديت، ولا إن أنت ترميله الفلوس، هو مش شغال عندك. فالحقيقة الفنانين سواء ممثلين أو مطربين أو حتى كمان ممكن تضم معاهم لعيبة الكورة، بقوا حاجة سيئة جدا جدا جدا. بيتعاملوا مع الناس على أنهم شغالين عندهم، بقت حاجة في منتهى القذارة. يعني فئة الفنانين الممثلين والمغنيين، وبقول لك ممكن نضم معاهم لعيبة الكورة، أوسخ فئة في الشعب إلا من رحم ربي.